السلام عليكم، ازيكم اجمل واحلى متابعين في الدنيا كلها. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل كيك لذيذ جدا وفي منتهى السهوله كمان. شايفين العظمه والجمال ده؟ هنعمله بكل سهوله مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتحت الفيديو كومنت حلو منكم ودعوه من قلبكم ليا. يلا نشوف العظمه دي عملناها ازاي مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الطريقه والفيديو على طول. عندي المكونات بتاعتنا، عندي كيلو من الدقيق الفينو، وعندي هنا 2 محسن كيك او كيك شيف، وعندي هنا سمنه بلدي، وعندي زيت لازم يكون نضيف يا بنات. كل ما يكون نضيف طبعا اي نوع نضيف عندك موجود، بس كل ما يكون الزيت والسمنه حلوين تمام بيطلعوا نتيجه افضل طبعا. عندي هنا 6 حبايات من البيض، وهاخد كمان رشه من الملح بسيطه تظبط الطعم معانا، وعندي كمان كوبايه من الحليب، وكمان بيكنج باودر، وكمان فانيليا. يلا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هندخل الدقيق كده في بوله بالشكل ده بنات. انا اخدت 3/4 الدقيق يا بنات وسبت الربع كده بالشكل ده. تعالوا مع بعض عشان نشوف المكونات احنا عملنا ايه. السكر هنا هاخد 1.5 كوباية من السكر تمام. انا عملت هنا الاول نخلت الدقيق في البوله، وكمان هندخل مع بعض المحسن الكيك. كل حاجه لازم تدخلها يا بنات عشان تطلع هشه معاكي وفي منتهى اللذاذه بالشكل الحلو ده. هحط كمان رشه من الملح البسيطه جدا يا بنات. بعد ما نخلت الدقيق، نخلت المحسن الكيك او كيك شيف تمام، وحطيت كمان رشه بسيطه من الملح، وحطيت كمان كيس من الفانيليا. عندي هنا الحليب، حطيت اول حاجه هنا يا بنات حطيت البيض والسكر بس لحد ما بقى اللون البيض لونه فاتح كده. حطيت كمان باكو فانيليا، وحطيت كوبايه من الحليب بالشكل ده. هندوب كويس جدا ونرجع تاني بالشكل ده جميل. بالشكل ده بنات حطيت السكر مع البيض اول حاجه لحد ما اللون فتح معانا. حطيت البيض، وحطيت كمان السمنه، وحطيت الزيت، وحطيت الفانيليا، وحطيت كل المكونات كلها على الدقيق، وهنضرب بالمضرب كويس جدا بالشكل ده في اتجاه واحد يا بنات تمام. في اتجاه واحد. في الخطوه ديت طبعا مشغلين الفرن على حراره درجه 180، لازم يكون شغال قبلها عشان يكون ساخن جدا، وبتحطيها في الرف الاوسط من الفرن، وفي نفس الوقت ما بتولعيش من فوق، بتولعي من تحت، وان شاء الله بتشغلي المروحه بتاعتك بتحمر الكيكه معاكي من تحت ومن فوق، وفي منتهى الجمال بتعملي احلى واجمل ألذ كيكه. كيكه قمر جدا يا بنات، بتعملوها بتنفع معاكي في فطار وعشاء واللانش بوكس كمان، بتبقى لذيذه جدا وفي منتهى السهوله. دي القوام، شايفين القوام بتاعنا اللي احنا مطلوب مننا؟ هو ده القوام المطلوب. شايفين القوام ده؟ لازم بتضربي فيها في المضرب لحد ما توصلي للقوام ده. نحطها في الصينيه بقى ونحطها في الفرن كده ونتابع مع بعض. شايفين العظمه يا بنات؟ شايفين الجمال؟ لو وصلت هنا من الفيديو كلنا نصلي على النبي في الكومنت تحت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. لو عجبكم الفيديو يا بنات لايك وشير وسبسكرايب للقناه، تحت الفيديو كومنت حلو منكم ودعوه من قلبكم ليا. ولو عجبكم الفيديو كمان شير ما بين اصحابكم. شايفين الجمال واللذاذه والطعامه؟ الكيكه هتعمليها بكل سهوله في قلب البيت بمقادير سهله وبسيطه كمان. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس متنسوش اللايك بتاع الفيديو. باي باي.